صباح الخير، ازيك يا ندى؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا دادا، انا كويسة. انتي عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. عايزة اي حاجة؟ اعملك فطار او اعملك اي حاجة؟ لا شكرا، انا مش عايزة اي حاجة. انا بس متضايقة شوية. متضايقة من ايه يا بنتي؟ بس في ايه؟ عشان عايزة اروح مع صحابي رحلة، وخايفة اقول لبابا وماما ما يرضوش زي كل مرة. لا لا، ان شاء الله هيرضوا يا حبيبتي، ما تقلقيش. روحي بس انتي قولي لهم. طب يا دادا ما تروحي تقولي لهم، هم انتي لما بتقولي لهم على الحاجة بيوافقوا على طول، مش عارفة ليه. لا عادي يا بنتي، روحي قولي لهم وهم هيقولولك ماشي ان شاء الله. خلاص انا هنزل كده كمان شويه اقول لهم ان انا عايزه اروح مع صحابي الرحله دي. انا نفسي قوي اروح رحله. انا عمري في حياتي ما روحت رحله، هما ليه بيرفضوا كل مره؟ انا مش فاهمه. معلش، هما تلاقيهم بس خايفين عليكي عشان كده بيرفضوا. خايفين عليا ايه؟ ما انا كل صحابي بيروحوا كل الرحلات وما بيحصل لهمش حاجه. معلش، عشان هما بس بيحبوكي شويه زياده. طيب انا هنزل اقول لهم بقى ان انا عايزه اروح الرحله دي. ماشي يا ندى. عايزة اي حاجة مني؟ لو عايزة اي حاجة بقرني عليا وانا هطلعلك على طول. حاضر يا دادا، حاضر. انا هروح اقول لهم بقى ان شاء الله بقى يوافقوا المرة دي. انا خايفة قوي بجد يا احمد. خايفة من ايه بس يا حبيبتي؟ اصلا اتخانقت امبارح مع اخويا خناقة كبيرة قوي. ايه؟ اتخانقتوا ليه؟ معرفش، اتخانقنا انا وهو قال لي ان هو هيقول للندى. هيقول للندى؟ يقول لها ازاي يعني؟ معرفش، هو قبل ما يمشي قال لي ان هو هيقول لها ان هي مش بنتي. انتي بتهزري ولا ايه؟ انا لازم اتكلم معاه في الموضوع ده. انا خايفة قوي، انا خايفة ان هي تعرف ان هي مش بنتنا. ما تقلقيش من اي حاجة، هي مش هتعرف اي حاجة ان شاء الله. انا خايفة قوي، انا مش عارفة بجد لو عرفت ان احنا مش باباها ومامتها هتعمل فينا ايه. ممكن تسيبنا وتمشي وما ترجع لناش تاني. بلاش بس تجيبي الكلام ده على لسانك، ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة وهي مش هتعرف اي حاجة. ازاي؟ طب واعمل ايه في اخويا ده؟ تقلقيش، انا هتصرف معاه. ماشي، يا ريت تتصرف بسرعة قبل ما يروح ويقول لها اي حاجة. ساعتها مش هنعرف نتصرف وهتبقى ندى ضاعت من ايدينا. خلاص ما تقلقيش، انا قلتلك هتصرف. ايه؟ هو الكلام اللي انا سمعته ده بجد؟ ماما وبابا مش بابايا ومامتي؟ امال انا بنت مين؟ هما واخديني منين؟ ازاي يخبوا عليا كل ده؟ انا عايزة اعرف. امال انا بنت مين لما دول مش بابايا ومامتي؟ انا ايه اللي معيشني هنا؟ وازاي اهلي الحقيقيين سايبيني هنا؟ انا لازم امشي من هنا وادور على اهلي الحقيقيين. هي مفيش غير الدادا، هي اللي هتقولي، هي اللي على طول بتقولي الحقيقة ومش بتكتب عليا خالص. لازم اسألها عشان اعرف اهلي الحقيقيين راحوا فين، عشان اعرف الاقيهم. انا اكيد هما كانوا خاطفيني، انا اكيد مخطوفة. انا لازم ارن عليها. الو. الو، ايوه يا دادا، تعالي بسرعة الأوضة بتاعتي. ايه يا بنتي؟ مال صوتك؟ كلمتيني جيت بسرعة على طول. يا دادا انتي مش هتصدقي انا سمعت ايه. ايه يا بنتي سمعتي ايه؟ انا سمعت بابا وماما بيتكلموا، بس انا ما كنتش معاهم، انا كنت واقفه ورا الباب بسمعهم. ازاي يا بنتي كده؟ ما ينفعش تتصنتي على حد او تسمعي حد كده. يا دادا مش هي دي المشكله دلوقتي، انتي مش هتصدقي انا سمعت ايه. سمعتي ايه؟ عرفيني ايه اللي مضايقك قوي كده. بابا وماما قالوا ان انا مش بنتهم، وانهم خايفين ان خالي يجي يقولي ان انا مش بنتهم الحقيقيه. ايه اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ دول اكيد بيهزروا، او انتي بيتهيألك ان انتي سمعتي الكلام ده. هو ايه اللي انتي بتقوليه ده يا دادا؟ انا سمعتهم بوداني.
يا بنتي لأ، انا معاكي هنا من ساعة ما انتي اتولدتي. الكلام اللي انتي بتقوليه ده مش حقيقي. مامتك وباباكي هما مامتك وباباكي الحقيقيين. ممكن تكون مامتك بتقول كده عشان خايفة خالك يجي يكدب عليكي ويقولك كلام محصلش. انتي كمان يا دادا بتكدبي عليا. انا عايزة اعرف فين اهلي الحقيقيين، عايزة اعرف فين بابا وماما. انتوا كلكم بتكدبوا عليا، انا لازم امشي من هنا. انتوا خاطفيني، انا لازم اروح ادور على اهلي واعرفهم اللي انتوا عملتوه ده كله. انتوا اكيد مش طبيعيين. يا دادا عشان خاطري لو بتحبيني قوليلي مين مامتي الحقيقية وانا هصدقك. انتي اكتر واحدة انا بصدقها في البيت ده. انا هقولك الحقيقة يا بنتي بس ما تزعليش مني. قولي انا عايزة اعرف الحقيقة بجد. انا مامتك الحقيقية. كمان يا دادا كمان هتكملي كدب. انا عارفة ان انتي بتقولي كده عشان انا ما ازعلش. قوليلي بس مامتي الحقيقية مين. انا يا بنتي بجد مامتك الحقيقية. ايه؟ انتي مامتي؟ انتي مامتي ازاي؟ انا مش فاهمة حاجة. انتي بتكدبي. مامتي الحقيقية مش عارفة ان انا هنا. انتوا خاطفيني، انا لازم ادور عليها. يا بنتي بجد انا مامتك، انا اللي مربياكي. تعالي معايا يا بنتي وانا افهمك كل حاجة واعرفك ان انا مامتك. انا قبل ما اجي معاكي لازم اروح اسال بابا وماما بنفسهم، اسالهم الكلام اللي انا سمعته ده منهم، عشان هم اكيد هيقولولي الحقيقة، هيقولولي فين بابا وماما. ماشي يا بنتي اساليهم. ازيك يا بنتي عامله ايه؟ ازيك يا ندى عامله ايه؟ ازيكوا؟ انا جاي اسالكوا سؤال واحد وردوا عليا بصراحه. مالك يا ندى في ايه؟ انا سمعتكوا وانتوا بتتكلموا. ايه سمعتي ايه يا ندى بس؟ سمعت كل حاجه، سمعت الحقيقه ان انا مش بنتكوا. انا بس جاي اسالكوا سؤال واحد، فين بابا وماما؟ انا عايزه اروح لهم، انا مش عايزه اعيش معاكوا تاني ابدا. ايه يا بنتي اللي انتي بتقوليه ده؟ الكلام ده مش حقيقي، انا مامتك. ايه يا بنت الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ هي دي الحقيقة، انا سمعتكوا بودني. قولولي الحقيقة، فين مامتي وبابايا؟ انتوا اكيد خاطفيني، انتوا بتكرهوني. انا مامتك يا ندى، انا مامتك، ما تصدقيش حد غيري. فعلا دي الحقيقة، انتوا عمركم ما هتقولولي فين ماما وبابا. انا لازم اروح ادور عليهم بنفسي. انا مش عايزة اشوفكوا تاني، انا همشي، سلام. انا هقولك يا ندى، انا هقولك الحقيقة. قوليلي يا ريت تقوليلي، انتي بنتي الحقيقية. ايه؟ انا بنتك انتي؟ اه انتي بنتي، وكل دول اخواتك. طيب وهم عايشين هنا ليه؟ عايشين هنا عشان انا مش معايا فلوس. انتوا كنتوا 9 يا ندى. دول اخواتك، انتوا كنتوا 9، وانا ما كانش معايا اي فلوس عشان اكلكوا كلكوا. ما كانش عندي حل غير الحل اللي انا عملته ده. حل ايه يا ماما؟ عشان اعرف اكل اخواتك وما تموتوش من الجوع. الست اللي انا بشتغل عندها قالت لي ان هي عايزه تاخدك لما انتي كنتي صغيره خالص وتبقي بنتها، ومقابل ده هي تديني فلوس عشان اعيشكوا كلكوا، تاكلوا وتشربوا وما تموتوش من الجوع، وفي نفس الوقت ابقى معاكي وشايفاكي دايما. ايه؟ انتي عملتي كده فيا يا ماما؟ ازاي تبيعي بنتك؟ انا ما بعتكيش يا بنتي، انا كنت معاكي على طول. انتي بتكدبي عليا ولا ايه؟ انتي بعتيني، دي الحقيقة.
انا مش عايزة اشوفك، مش عايزة اشوفك تاني ابدا. سيبك يا ماما البت العبيطة دي، يا ريتك كنت بعتين، انا كنت عشت شوية عند الست الغنية قوي دي. البت دي شكلها فقر يا ماما. إيه لو هي عايزة تيجي تعيش مكاني وتوديني انتي عيش مكانها يا ريت، يعني انا نفسي اصلا. لولا ان انا عملت كده يا بنتي كان زمانكم كلكم ميتين من الجوع. نموت من الجوع احسن من ان انتي تبيعيني. ما تسكتي بقى يا بنتي عبيطة انتي. انتي لازم ترجعي لهم يا بنتي، هما ما يقدروش يعيشوا من غيرك، وانتي تقدري تعيشي من غيري يا ماما، صح؟ انا عايزاكي تعيشي عيشة احسن من اللي احنا عايشينها دي، بس انا مش عايزة اعيش كده. هما بيحبوكي زي بنتهم واكتر، وانا هبقى معاكي دايما. وعشان اخواتك كمان هيعيشوا ازاي؟ احنا ما نقدرش نعيش من غير الفلوس اللي هما بيدوهالنا. يعني انتي بعتيني عشان تاكلي وتشربي؟ ما كانش قدامي حل تاني يا بنتي، هو ده الحل الوحيد اللي كان في ايدي. انا مش عايزه اشوفك تاني، انا هروح لبابا وماما اللي خدوني. انا اسفه يا بابا، انا اسفه يا ماما، ما كنتش اعرف ان هي دي الحقيقه. حبيبتي يا بنتي، انا مش مصدقه ان انتي رجعتيلي تاني. انا كنت فاكراكوا خاطفيني، عشان كده كنت زعلانه منكوا، ازاي تعملوا فيا كده؟ بس عرفت ان الداده هي اللي بعتني ليكوا. ما تزعليش منها، هي ما كانش قصدها، هي ما كانش عندها حل تاني، كانت هتعيش ازاي؟ سامحيني يا بنتي، انا عارفه ان انا غلطت، بس ما كانش قدامي اي حل تاني. خلاص يا ماما، انا مسامحاكي، انا فاهمه انتي عملتي كده ليه. يعني خلاص هتفضلي عايشه معانا ومش هتروحي في اي حته؟ ايوه يا ماما، خلاص هفضل قاعده معاكوا.